المشككون في نهي الرسول عن التصوير وكراهيته له وحججهم. هناك فريق من المستشرقين وعلماء الفنون والآثار يرون أن النبي لم يكره التصوير ولم ينهي عنه، وأن هذه الكراهية نشأت بين الفقهاء في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، وأن الأحاديث المنسوبة إليه عليه السلام موضوعة ولا تعبر إلا عن الرأي السائد بين الفقهاء في العصر الذي جمع فيه الحديث ودون، أي نحو القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. فيرى بعض العلماء أن العرب كانت تخشى الصور والتماثيل بالغريزة كما كانت تخشاها الأمم السامية. يدل تاريخ الساميين عامة على أنه لم يكن لشعب منهم فنون تصويرية، اللهم إلا إذا قامت على أكتاف شعوب أجنبية، فالبابليون مثلا قامت فنونهم على يد السومريين، أما الأشوريون فكان مصورهم من القبائل التي أخضعوها في شمال بلاد الجزيرة، واليهود لم تكن لهم فنون تصويرية خاصة بهم، وخاصة أن عمل الصور والتماثيل محرم عند بني إسرائيل كما يفهم من بعض آيات العهد القديم، نحو الآية الرابعة من الإصحاح العشرين من سفر الخروج: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهم. والآيات 18 و17 و16 و15 من الإصحاح الرابع في سفر التثنية: فاحتفظوا جيدا لأنفسكم فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار، لئلا تفسدوا وتعلموا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة مثل ما شبه ذكر أو أنثى، شبه بهيمة مما على الأرض، شبه طير ذي جناح مما يطير في السماء، شبه دبيب ما على الأرض، شبه سمك مما في الماء تحت الأرض. ومما هو معروف قصة بني إسرائيل عندما عبدوا العجل من دون الله وأضلهم السامري أثناء خروج موسى لتلقي الألواح 40 ليلة. والمعروف أن جاليات من اليهود استقرت في الجاهلية في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية ولا سيما في يثرب، واعتنق كثيرا منهم الإسلام، وكان لبعضهم أثر ظاهر في التطور الفكري كعبد الله بن سلام ووهب بن منبه وكعب الأحبار، فأدخلوا في الإسلام كثير من الإسرائيليات. كما يزعم المستشرقون تأثر الإسلام في كراهية التصوير بحركة كسر التماثيل والأيقونات التي نشأت في بداية الربع الثاني من القرن الثامن الميلادي في آسيا الصغرى، ثم امتدت منها إلى سائر أنحاء الإمبراطورية البيزنطية حين رعاها الإمبراطور ديوه الثالث، وأصبح أشد أعداء الصور والتماثيل. حقا إن بعض رجال الدين المسيحي حاربوا تعظيم التماثيل والصور الدينية منذ القرن الخامس الميلادي، كما أن المستشرقين قد استشهدوا ببعض الأحاديث النبوية والمواقف التاريخية التي تنفي كراهية الرسول للتصوير ونهيه عنها، ومنها ما رواه الأزرقي في أخبار مكة صاد 106-107 في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر جزء 7 صاد 38 أن النبي عليه السلام لما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لشيبة بن عثمان: يا شيبة، امحي كل صورة فيها إلا ما تحت يدي. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه. ومن الأدلة التي ساقها الأستاذ كريزويل على أن التصوير لم يكن مكروها في عصر النبي أن زوجاته عليهن السلام كن يعرفن الأقمشة المزخرفة برسوم الإنسان والحيوان وكن يستخدمنها بلا حرج. انظر صحيح البخاري جزء 4 صاد 77-76. ويقول كذلك أن سعد بن أبي وقاص عندما دخل بجيشه المدائن بعد معركة القادسية نزل القصر الأبيض واتخذ الإيوان مصلى، وإن فيه لتماثيل فما حركها تماثيل جص فما حركها. تاريخ الطبري جزء 4 صاد 173. وقد ذكر الطبري ذلك فقال: ولما دخل سعد المدائن فرأى خلوتها وانتهى إلى إيوان قصرى أكبر يقرأ: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وكذلك وأورثناها قوما آخرين. الدخان 28-25. وصلى فيه صلاة الفتح ولا تصلى جماعة، فصلى 8 ركعات لا يفصل بينهم، واتخذ مسجدا وفيه تمثال الجص رجال وخيل، ولم يمتنع ولا المسلمون لذلك وتركوها على حالها. تاريخ الطبري جزء 4 صاد 174. ويستندون إلى أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام تحدثن إليه أثناء مرضه عن كنيسة في الحبشة كن يعجبن بما فيها من صور. طبقات ابن سعد القسم الثاني جزء 2 صاد 34. كما يدللون على أن بعض الصحابة وسائر المسلمين احتفظوا بمنسوجات وألطاف من غنائم الفتوحات كانت مزينة بالرسوم الآدمية ورسوم الحيوانات.
أرنولد ذا بينت إن إسلام صد 7. كان يستدل بأن بعض النقود العربية كان عليها صور ورسوم، فقد ذكر المقريزي مثلا في كتابه عن النقود الإسلامية أن معاوية ضرب دنانير عليها تمثال مقلد سيفا. النقود العربية وعلم النوميات نشرت الأب إنستاس ماري كالامري في القاهرة 1939 صد 33. كما يستدلون بتسامح الإيرانيون في فن التصوير، فنجد لديهم صور حتى صور الرسول وآل البيت. هذه هي أدلة المشككون في نهي الرسول عن التصوير، ويعتبرون أن الأحاديث التي نهت عن التصوير أحاديث موضوعة. أيا كان الأمر، فإن السنة النبوية الشريفة كما وصلتنا بصرف النظر عن صحة الأسانيد من حيث الضعف أو القوة، فقد أوضحت علة وسبب عقلي لهذا التحريم، وهو أن التصوير مضاهاة للخالق عز وجل، وأن الناس ربما يعبدون هذه الصور والتماثيل وخصوصا لاعتقاداتهم السحرية القديمة، وهو ما قبله البعض وما اعترض عليه البعض الآخر بقول أن السبب التي حرمت من أجله التماثيل والصور قد زال في عصرنا هذا مع انتفاء السحر وبطلانه وصعود العلمية والعقلانية. لكن ما يهمنا أن أحاديث النهي في القرن الثاني الهجري كانت مصدرا قويا للفقه الذي قال بتحريمها، ودليلا نصيا عند الفقهاء له وزنه وقوته المعتبرة، وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في نطاق ومجال التحريم. فالحنفية كانت أوسع المذاهب التي قبلت بالتصوير، في حين اعتدلت المالكية وتبعتها في هذا الاعتدال الشافعية. أما الحنابلة فقد ضيقوا نطاق المباح بشكل صارم، على عكس الموقف من الغناء. وفي العصر الحديث فتى الإمام محمد عبده بإباحة التصوير، في حين ضيق القرضاوي من نطاق الإباحة. ويبدو أن موقف الشيخ حسن البنا عندما أدرك الفن كآلية حركية لتحقيق الإصلاح كان موقفا مستنيرا للغاية. كما يقول الأستاذ عصام تليمة: لم يكن البنا ضد التصوير الفوتوغرافي ولا ضد الرسوم الكاريكاتورية، فمن أول مجلة أنشأها الإمام البنا استخدم فيها الصور، وهي مجلة جريدة الإخوان المسلمين. ويرجع الأستاذ عصام تليمة ذلك إلى تبني البنا لفقه التيسير وطبيعة المجتمع المصري في عصره، فلم يكن هناك ما يشوش صورة الفن. ولذلك يرى الأستاذ عصام أن القرضاوي تشتت لما رأى من صورة مخجلة للفن. كما يرجع الأستاذ عصام تحرر الفكر عند البنا لعدم تأثره بالخطاب السلفي المتشدد الآتي من الخليج، والذي نشر مبدأ سد الذرائع على مبدأ الأصل في الأشياء الإباحة.